امشي. يلا خدوه، إذا حاول يهرب اقتلوه. بسرعة امشوا. عبد الله، ها زياد رجع لنا. يا زياد، شو رح نساوي؟ بناخده معنا؟ اتركوه يروح لقليل هالشرف. اسمعوا، انتوا المسؤولين هون، واذا احتجتوا شيء خبروا مهران فورا، هو بيعرف لوين انا رايح. ماني مرتاح لمهران يا زياد، خليني روح معك. شو رح نقول للحاج؟ خلص انتوا لا تاكلوا هم، يلا امشوا. زياد، خذها. اغا سعدو، شفتهم كانوا رايحين من هنيك. كيف شكور اغا هلا؟ أنا اللي عم بسألك عنه. طع هون يا كلب، والله ربي فيك لقرود الزرع. يا اغا خذ هي، واحد حيوان. هلا يا سعدو اغا. بلا عبد الله هلا وقتها، يلي ما بيعرف يشتغل لازم يموت. قوموا لا، قوم يا حيوان، قوم. شكور خذ اغا. هي، واحد كلب. شكور اغا، شكور. زياد، اي نعم زياد. ايه يا عبد الله، رجعت. زياد بترجاك، بساوي اللي بدك اياه، والله بعمل اي شيء. بدي منك شغلة صغيرة، وين بلاقي كريك؟ كريك مشان الحفر؟ ايه كريك للحفر. ليش شو بدك تساوي فيه؟ حاج حكي فاضي، وين بلاقيه؟ تمام زياد اغا، قدام باب الزريبة. أماني، أماني، أماني. زياد، 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 لا تاخدها، بترجاك خليها معي. خلص خليها بحضني. زياد، بترجاك لا تاخدها، والله حرام. لا لا تقتلني. أماني، أماني. لا لا بعدي هيك؟ لا بعدي. زياد. يلا بعدي بسرعة. بعدي حفير، يلا حفير حفير لشوف. بترجاك لا زياد، لا لا تدفنوها. حفير بسرعة. خلص بترجاكم. يلا يلا بسرعة، خفها شوي. الله يوفقك. بسرعة خلص حفير. خلص بعدي لا هيك. بترجاك اسمعني. قلت لك ما حفير. بيصير. لا لا تدفنوها. تعي لا بعدي هيك. تدفنوها. ما بصير، بعدي عم اقول لك، الله بعدي. يخليكن. زياد، يلا يا يوسف زياد بسرعة. اتركوها. بعدي. بسرعة يا يوسف. بعدي. علي شير. شو في يا علي شير؟ بعدي هيك. يلا ابراهيم بسرعة يا يلا يوسف. حفير. خلص الله يخليكم. يلا يا علي شير. يا علي رد لا علي. ترد عليها. علي يلا خلصونا بقى. يوفقكم. بترجاكم. أسرع، أسرع. يلا حرام يوسف، عليكم، يلا بسرعة. حرام. زياد بعدي بسرعة. هيك، بعدي الله عمل لك. يوفقك. بعدي. رد علي زياد. بعدي. لا
كل شي بدك يا بساويه. أنا رح ساوي كل شي بتقلي عليه، بس لا تأذيني بترجاك. يلا. محفور. ايه إيه على راسي. بسرعة. زياد والله العظيم أنا مالي ذنب بشي، أنت بتعرف الحكي وبتعرف إنه أنا بحبك وبعزك كتير كمان. عبد الله عم فكر بشغله. شو رأيك اقلع لك اسنانك؟ لا بقطع لك لسانك. ايه؟ ولا اقول لك شو رأيك احرق لك دانك ووشك؟ انت اختار عبد الله، اختار شغله. مبين ما عجبه. طيب بترجاك اتركني اروح، يعني خليتني احفر هاد القبر، بكفي هيك زياد. بعد شوي بقول لك هالقبر لمين رح يكون، بس بالاول بدي اسالك سؤال. خلينا نبلش بحمود. وينه حمود؟ مثل ما عم اقول لك، صدقني كان حمود عم يجرفوا النهر، ولما وصل لعنا على الضيعة كان عم يموت، مشان هيك قتلناه. خلصت حفر ولا لا؟ شو؟ لا لسه ما خلصت، لسه بده شوي كمان ليصير غميق. ليش رفعت دعوة على أهل الضيعة؟ وليش ما خليتهم يزرعوا؟ لأنه إذا أهل الضيعة بيصيروا يروحوا على الأراضي، وخصوصي إذا عائلة دارجان على راسهم، ساعتها بيروحوا على الضيعة المهجورة. والله هي ما أنا فكرتي، هي كلها فكرة شكور. يلا حفير. والسد حجة، يعني لو كان السد جاهز كنا سدينا الطريق للأراضي كلها. اتفقنا انه تبعدوا عن المنجم والسد، صح؟ بس انتوا ما التزمتوا بالاتفاق. ايه هاي فكرة شكور كمان. ايه حفير ولا حفير؟ حفير. ايه يا عبد الله، كأنه صار غميق هلا. لسه بده شوي كمان. ليك زياد آغا، بما انه شكور مات صار كل شي بإيدي. سعده ما بيطلع شي بإيده أبدا، حتى المحامين كلهم بيمشوا على كلمتي أنا. إذا بدك بشيل حكم الإعدام عنك، وبوقف شغل المنجم من اليوم، وبوقف شغل السد، أو بغير مكان الشركة كلها إذا بتحب. لا تتعب حالك بالحكي يا عبد الله، اصلا هذا الحكي كله ما له طعمه. يلا اعطيني الكريك، هاتو. يلا يلا خلصني. عبد الله، عبد الله، ما عم تفهم؟ إذا بدك بحفر كمان يلا. ايه يا عبد الله، تشاهد على روحك هلا. زياد شاهد. يا زياد يلا سامحني. ولك، يلا. يا زياد زياد شان الله، بترجاك تسامحني يا زياد، بترجاك خلاص اتركني. زياد إذا بتريد لا، كرمال الله اتركني بترجاك.
أصلاً نحن ما تصرفنا صح، ليش؟ كان لازم نرجع، ما لازم نتركه لحاله. يوسف خلص لا تشغل بالك، زياد بيعرف شو عم يعمل. يعني قولتك عن جد خلصنا من شكور؟ زياد ما بتخونه طلقته بنوب، وكل طلقة بتطلع من باروته بتصيب. عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، يا اخي اللي وينك انت؟ عبد الله، عبد الله، وينك يا اخي؟ عم تسمعني شي؟ عبد الله، عم تسمعني شي؟ أنا هون، ساعدني. رد علي يا عبد الله. اخي ساعدني، ساعدني، بترجاك، أنا عم موت هون، بترجاك. اخي انت لساتك عايش؟ شو واقف عم تساوي؟ لك ساعدني لأطلع من هون. اخي شو صار لك يا اخي؟ مين يلي ساوى فيك هيك؟ اللي زياد هو يلي ضربك؟ طالعني من هون هلا. رح ساعدك يا اخي. لك بس طالعني من هون. طالعني. رح موت. طلعني. شو فايق بكير؟ صح امبارح ما اجا، بس إلا ما يجي. يعني انت هيك رح تضل كل يوم تستناه لحتى يجي يا طه؟ ايه بتشوفي، يا اليوم يا بكره هو رح يجي اكيد. والله ماني فهمانة عليك. طيب قلي، في حال اجا لعندك فكرت وين رح تستقبله؟ عملت حسابك شو رح تضيفه وشو رح تغديه وتعشيه؟ اصلا بأنو غرفة وبأنو تخت بدك تحطه؟ فكرت بهالشغلات؟ طبعا، اصلا هو بيعرف بيتي وبيعرف وضعي، وحياتك يعني صح حالتي على قدها، بس اللي بيجي لعندي اهلا وسهلا فيه، هذا بيتي وهي ضيعتي، وهو بيعرف هالشي. لا تخافي، انا اصلا ما بخجل اني انسان فقير ابدا. زينو، فردي وشك شوي، يعني على القليل كرمالي، وحياتك ما في داعي يكون عندنا مرسيدس ليجي على بيتنا. تعالي. مجنون، يعني ليش ما عم يخبرني؟ هاد شكله ما بيعرف اني بعرف انه الضيف هو الغالي ما غيره. جدي 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 جوري مو مبينة. جوري كانت بالمقبرة. لك أخذوا أماني مني، أخذوها مني. يا ربي ليش هيك عملوا معي يا ربي؟ والله حرام عليهم، حرام عليهم. شلون بدي أعيش من دونك؟ شو بدي ساوي من دونك أنا؟ ليش أخذوكي عايشة من حضني وقتلوكي ودفنوكي يا حلوة؟ لك يا ريت أنا اللي دفنوني بدالك. ليش بدهم يفرقوني عنك يا أماني؟ ليش؟ أماني أماني أماني، أنا بطلت حبه لزياد أبداً، ما بحبه، بكرهه كتير لزياد، بكرهه، ما بحبه كله بسببه هو يلي أخذك مني. أماني كيف بدي أعيش بلاكي يا عمري؟ يا روحي أنت حبيبتي، كرمال الله ردي،
لا تقربوا، لا تقربوا، روحوا، ما فيكن تاخدوها مني. لا تقربوا، لا تقربوا، ما رح أعطيكن إياها. روحوا، لا تقربوا. نيلو، بعدو، اهدي اهدي يا بنتي، كل هذا اهدي بسببك وطولي يا بالك. ماما. كل شي صار بسببك أنت، ما رح سامحك أبداً. لا يا بنتي لا. اهدي كرمالي، اهدي. خلص بنتي، الله يرحمها، صارت عند ربها. اهدي بنتي، أخذوا مني روقي أماني يا يا بنتي. بابا، أخذوها. الله يرحمها. أخذوا مني أماني. خلص بكفي. أخذوها. جوري بنتي اسمعيني، بنتك أماني هون. اهدي يا طيب بنتي، لكن ليش أخذتوها بعيد عني؟ لا تزعلي بنتي. ليش؟ لا يا أماني، لا لا. لا تزعلي، هلا صارت بحضن أمها. خلص الله يرحمها يا بنتي. والله العظيم أنا قلبي ناقزني كتير يا أخي يوسف. ليش؟ شو القصة يا أخي؟ هاي سيارة مهران. زياد إجا، معناها زياد إجا، وأخيراً زياد إجا. الله يعطيك العافية يا أخي إبراهيم، وأخيراً إجيتوا، كنت ناطرتكن. يلا روحوا على المشفى بسرعة، يلا روحوا على جنازة الحاج آغا. شو عم تحكي دلال؟ الحاج آغا مات. يلا إبراهيم يلا جثته بالمشفى، روحوا بسرعة بسرعة. وينه زياد؟ زياد وينك انت؟ لك وينك يا زياد؟ أنا خايفة عليك كتير. وقف الدمعة يا عمّا معك. وقف طالعنا، خلينا نوصل معك. وين رايح؟ استنانا، بس مشاية الطريق، أنا سبقتكن. بابا، 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 اليوم أخذوا جدي على المشفى لأنه كان مرضان. بابا، أهلين. كيفك؟ شو بو الحاج آغا؟ مرض شوي بالليل. طيب أنا رايح هلأ، ماشي؟ برجع بعدين. بخاطركن، يلا بسرعة. جوري هدي حالك. إن شاء الله جوري ترجع لوعيها. أكيد هيك بده يصير فيها، الله يكون بعونها. أهم شي هلأ تعرف شو صاير مع شكور.
يعني بس بدي أعرف وين اختفى. وليش ما عم يرد على مكالماتي؟ أمرك يا معلم. ايه وبس تخلص تعال لعندي. تمام. افتح البوابة. طمني، في أخبار جديدة؟ ما في اخبار بنوب، وحتى عبد الله ما عم يحكي شيء كمان. أنت أقرب واحد لشكور، إذا أنت ما بتعرف مين بيعرف لكان. ليكو عبد الله قاعد هون جوا، اسأله انت اذا بدك. ما حدا بيعرف وينه ابدا، بس يلي محيرني انا وين اختفى؟ قلبنا الدنيا، مو مبين له اثر. بصراحة انا خايف ما بقى نشوفه بحياتنا. يعني العوض بسلامتك شكور راح. يعني قصدك مات؟ ما فيني اقول ميت ولا حتى عايش. رح حاكي لعبد الله. الحمد لله على السلامة. تسلم. شو أخبار شكور؟ والله ما بعرف شي عن شكور أبدا. شو بدي أقول لمحمود آغا؟ الإشاعات كلها ما بتطمن. كيف يعني؟ قلي أنت شو صاير معك؟ قصدك وشي؟ لا، انفجرت بوشي قنينة غاز. سلم لي على محمود آغا واللي بحاكي بهاليومين. ماشي معافى، بالإذن. الله يسلمك. تعال. طه اتصل فيك 3 مرات. جرب كمان عمي يعقوب. عم يرن؟ عم يرن. الو تفضل. مين؟ كاظم رد على التليفون. الو. الو، انا اسمي زياد، بدي احكي مع طه. انت زياد يا اخي؟ دقيقة رح ارجع، لا تسكر. طيب عم بستناك. طه استنى. طه اخي زياد على التليفون. يلا اخي زياد، ليكو اجا. زياد، أنا طه. منيح اللي سمعت صوتك يا أخي. إذا بدك تجي تعال فوراً. والله أنا عم استناك، مالك علي يمين ما عم نام. إذا أنت ما جيت أنا رح أجي، لأني وعدت زينو. قلت له زياد رح يجي. اسمع يا طه، أنا كنت جاي لعندكم، بس صدقني صار معي شغلة، لهيك ما قدرت. على كل حال قول لأختي زينو أنا جاي بكرة الصبح. حتستقبلني بالكراج مو؟ خلص معناتها بشوفك بكرة. تمام. يلا بشوفك. شكراً. يسلموا ايديك. شو صار بالصور؟ جاهزين. ممتاز. وقديش بيطلع علينا هلا خليه مصاري؟ علينا زياد.
الله خاطرك يحميك عمي. يا ابني. خليك استنى شوي. كيفك سليمان؟ عاد انت دير بالك على حالك ولا تخليني اشوفك مرة تانية. روح من وشي، روح. أهلا يا أفندي. وينه الأغا؟ قدام المسبح. ماشي. وينه محمود أغا؟ هنيك يا أفندي. لساتهم ما عم يحكوا شي، بس مبين شكور مو منيح. ميت عايش ما بعرف. وزياد؟ وكمان ما في أخبار عن زياد. أنا برأيي نبعد عنهم يا محمود أغا. ليش كان طريقنا واحد؟ كل يلي بهمني انه انتقم من شكور وبس. بدي اعرف وينه، عم تفهم؟ بدي تقلب الدنيا عليه حتى لو كان ميت. انا بدي اعرف وينه اليوم، وبتشوف انا وزياد كيف رح ندمر كل شي بخصه لشكور. انا بعرف كيف اتصرف مع هيك عالم. الو، اجا؟ وليد صار بالبلد اليوم. حلو والله. انت يلي رح تقابله لوليد، ماشي؟ تحت أمرك. أخي طمني شو صار؟ كل شي تمام. حتكون آخر جلسة. أنا ما دخلني بشي. لازم تطلع من هون. ليش؟ الدنيا قايمة قاعدة. أنت قوصت على شكور. كلنا عم يدوروا عليك. أصلاً أنا مالي فهمان أنت شلون جيت لهون. منيح، هيك ما رح تضل لحالك. صبري، أخي لا تاكل هم ولا تخاف على عيلتك، هن بأمان. إبراهيم صار معنا وعم يشتغل معي، وأحمد كمان. صبري أنا تركت لك شوية مصاري. شكراً أخي. مثل ما قلت لك لا تخاف، راح تطلع وبرجع بشوفك بخاطرك. أيوة تمام. ألو، أنا أبو مصطفى. عمي أنا مهران، الحاج علي عطاك عمره. شو عم تقول يا مهران؟ كيف توفى؟ وإمتى؟ اجته جلطة ونحن هلأ بالمشفى، يا ريت تلاقي زياد. طيب رح دور عليه وأنا جاي، ورح أقول لمصطفى يجي. تمام. مهران، في أخبار عن زياد؟ رح يدوروا عليه. طيب خلينا نمشي بوراء المشفى. تمام. أوه شيخي، السلام عليكم. وعليكم السلام. الخبر السيء بينتشر بسرعة وما بيتخبى. والله في عنا جنازة اليوم. جنازة مين؟ الحاج علي الله يرحمه عطاك عمره. شو عم تحكي؟ الله يرحمه يا رب. الجنازة هون؟ ايه والله هون. كيف توفى؟ ما في شي كان عين الله عليه. اجته جلطة. ما قلت لنا انت ليش جاي له؟ بصراحة جوري مدري شو صاير لها. شو بها؟ من وقت ما توفت أماني وهي بهالحالة
سلامتها يا رب. اذا احتجت شي خبرنا. شكرا. خذ هالأدوية لجوا. تمام يا عمي. تفضلوا. يلا. الو اخي يعقوب، شو اخبارك؟ الحمد لله منيح. انا عم دور على زياد، بدي احكي معه. هو عندك؟ راح على ديار بكر. خير؟ شو بدي اقول لك، الحاج علي عطاك عمره. الله يرحمك يا حاج علي. يلا انا جاي. تعرف شغلة؟ أنا الحق علي، كان لازم حاكيك. لا انت ما دخلك ابدا، نحن اشتغلنا مع بعض سنين وما صار معنا شيء مثل ما صار هلا. خلينا نفترض الحاج كمال مذنب وانت تأذيت منه كتير. طيب شو ذنب بشار؟ يعني موت اخي بشار سهل هيك؟ لك هاد اخي يلي صار ما كان لازم يصير بنوب. لا تضحك علي بهالحكي. شو شايفني ولد صغير قاعد عم تحكي معه هيك؟ أنا ما بعرف ليش قاعد عم تحكي معي بهي الطريقة. الو اسمعني منيح يا رستم. انت قلت انه ما رح تخلوا صبري يتنفس، بس زياد اجا وشافه. شو؟ زياد اجى على السجن؟ انت متأكد انه هاد زياد؟ ايه متأكد. اجا وراح. لوين؟ بده يروح لديار بكر. اغا هلا حاكاني كنان من السجن وقال انه زياد رايح لديار بكر. شو؟ زياد بديار بكر؟ بديار بكر بيكون احسن. خلي الصقر يطلع من عشه. الو، زياد عندك؟ لا والله. بدي خبره انه الحاج علي عطاكم عمره. شو هالحكي؟ طيب رح خبره. الله يرحمه. الحاج علي عطاكي عمره، مات بأزمة قلبية. كل الضيعة رح تكون هون ما عدا زياد. معناتها زياد لسه ما دري بهالخبر. الله يكون بعونه. جوري يا بنتي، هالعيلة ما خلصت من المصايب. أنا رايح على الناس الحاج علي هلأ. لا تحملي حالك فوق طاقتك، مانك صغيرة. أنت بتعرفي كل اللي صاير مثلي وأكتر. والله ما طلع بإيدي شي. إيه هذا عمك.
يا الله مات. أبي بس يا أخي مشان الله اهدى شوي. خلص اهدى روق، هيك الله كاتب لك. اهدى لا تعمل بحالك هيك. شلون صار هيك؟ اجته جلطة. يا أبي. رح روح معك على الجنازة. تمام. اهدى يا أخي اهدى. طول بالك. يا جماعة يلا امشوا، الكل يروح على سيارته بسرعة. يلا 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 اخواتي، يلا امشوا. أماني أماني لا تأخذوها. أماني يا روحي، أماني يا عمري، أماني بكفي بكفي. لا تدفنوها. عم اقول لك بعدي. يلا بسرعة بعدي بسرعة. يلا بعدي. الله يا علي شير اتركها حاجة. يلا حفير. حفير بسرعة. اسمعني. شوف في يا علي شير. يلا لك حفير يلا. خفة شوي. بسرعة. حفير. عم اقول لك بسرعة. عم اقول لك حفير بسرعة. بعدي هيك. بعدي هيك. بعدي. يلا يا يوسف بسرعة يلا بسرعة. يلا يلا يا علي شير. يلا يا يوسف. يلا حفير بسرعة. بعدي بعدي. أماني أماني أماني. جوري بعد لا تقرب. بعد عني. أهلين أخي. أهلين فيك. معك شنطاية؟ ما معي شيء، امشي. أخي بتعرف شغلة؟ والله أنا ضلت عيوني على الطريق أكتر من طه. كتير انبسطت بجيتك، بس نحن كتير زعلانين لأنه بعاد كتير عن أهلنا،
والله كل الابواب اللي قصدها طه كانت تتسكر بوشه بس لانه خريج حبوس يا اخي زياد. غرف الأولاد ما عادت مثل قبل، كتير معجوقة، لا عم يقدروا يتعلموا ولا عم يقدروا يعملوا شي. بس الحمد لله، وعربايات الأولاد خربت كمان. تتذكر؟ كنا نتفرج على التلفزيون بالسجن، في عربايات للخدم. بس والله ما كنت مفكر إنه هيك رح يصير مصيرنا بالأخير. الحمد لله على كل شي. ايه اختي، انتوا على القليلة عم تاكلوا لقمة حلال. لازم الواحد على طول يقول الحمد لله. عملوا حظر تجول بالأراضي، يمكن بكرة هالإجراءات توصل لضياعنا. بس لما أشوف هالمكان بيبين معي إنه نحن محظوظين. تقلعنا من أرضنا وتركنا كل شي ورانا. بس كل ما أشوف الناس بقتنع إنه نحن لازم نحط حد لهالشي. ليك يا أختي، مو الكل محظوظ مثل طه لأنه عنده مرة قوية مثلك، ومو الكل ضحك له الحظ مثلكن. في ناس عم تموت وفي ناس تفرقت عن ولادها. بس لا تخافي، انت جوزك طه قبضاي، نحن حالنا أحسن من غيرنا. ليكي يا أختي اسمعيني منيح، بيتي ومطرحي دائما مفتوحين لإلكن، لا تهكلوا هم أبدا، انتو بحمايتي. هي وصلنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم كامل بيك. السلام. هذا اللي حكيت لك عنه، بعرفك أخي زياد. مرحبا. أهلين فيك يا زياد. بالمهلي. تسلم. كيفكن انتو؟ نحن مناح الحمد لله. طه كان دائما يحكي لنا عنك. تفضلوا عدوا. أهلين وسهلين. شو تشرب؟ بشرب شاي. كاظم ساوي شاي لزياد. مرحبا زياد. أهلين، طمني عنك. أنا بخير. زياد ممكن بس لحظة؟ ولو خذ راحتك، نحن مالنا غربة. طه تعال لحظة. شو في؟ حاكوني اليوم من ملاطيا، مبين كأنه قريب لزياد توفى من فترة قريبة. الناس يلي حاكوني على التليفون قالوا إنه اسمه الحاج علي، صار معه أزمة قلبية. شلون رح نخبره؟ خير في شي؟ دائما في شي يا أخي، في وجع جديد. بس هاي المرة يا أخي عمك الحاج علي اللي أعطاك عمره، الله يرحمه. أخي زياد العمر إلك. يسلم عمرك. الله يرحمه. تعيش أخي. أنا ما ابتسمت بحياتي من وقت ما وعيت على الدنيا. وين ما رحنا المشاكل عم تلحقنا، ما شفنا يوم حلو بحياتنا. خصوصا آخر سنة صار معنا مشكلة كبيرة. ابني عبيدو من لحمي ودمي قوصوا قدام عيوني، يلي صار بهيلين. وكمان ابني زياد رجع من الموت. ولما بتطلع على هالولدين البريئين بتذكر انه ابوهم
مخطوف مو مبين أبدا، بس لأنه ما قبل يبيع أرضه. طيب إذا بتعرفون للمجرمين ليش ما بتشتكوا عليهم؟ يا أنسة، أنت من كل عقلك عم تحكي؟ شو مفكرتيهم أغبياء يعني؟ إذا نحن اشتكينا ما بتفرق معهم، بكل بساطة بيروحوا بيقتلوه، وإذا قتلوه نحن شو رح نستفيد؟ طول بالك يا حاج، بكرة إن شاء الله منحلها. خلص أخي، بدي روح على ملاطيا بكرة، بس بالأول راح روح على الجنازة. لا تزعل مشان أختي. شلون بدك يعني ما أزعل؟ أعطوني هوياتكم. يلا امشوا معنا. امشي امشي ولا يلا تحرك. يلا يلا روح. بعده هيك بعده. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.